السلام عليكم، مع قناة سمسمة ومعلوماتها. أهلا بيكم، شرفتوني وأنستوني. يلا بينا. النهاردة هقول لكم معلومة عن فوائد الخوخ، ولو هتعرفها مش هتخليه أبدا التلاجة ما تبقاش فيها خوخ بعد كده، وهتفرزه كمان وهتستفيد منه. أول حاجة، بيفيد قوي مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. تاني حاجة، بيزيل الديدان من الأمعاء، وكمان بيساعد على تطهير الكلى والمثانة. بيهدي اضطرابات المعدة، وكمان بيحاول على إصلاحها. بيمنع الأورام السرطانية، عافانا وعافاكم الله، ويمنعها من النمو ويوقف نشاطها كمان. هو وجبة خفيفة جدا، ونفس الحكاية علشان لو انت بتعمل فقدان الوزن وبتعمل الرجيم. بيساعد كمان على تقليل الإجهاد والقلق، لأنه بيعمل على تهدئة الأعصاب. بيحافظ جدا على صحة الجلد، وبيجعله بريق، وفي نفس الوقت كمان بيجعله في نعومة، وبيدي ليه لمعة للجلد. الخوخ من الحاجات المفيدة قوي قوي في حياتنا، وان هو بيطلع في فترة معينة وبيختفي، فانت ممكن تجيبه وتحطه في الفريزر عندك وتشيله تستفيد بيه. برجع تاني وبقول لكم اهلا وسهلا بيكم في انضمامكم لينا. ولو عجبتكم المعلومة ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت والشير والسبسكرايب، وشير الفيديو وفيد واستفيد. وزي ما فدت نفسك فيد غيرك، ودمتم في رعاية الله وأمنه وسلام.